شدوا الرحال وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالوا. لا 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 كشف عرية ولا طلعة بحرية، مكة وجدة ولا أبها البهية، مكة المدينة ولا شرق الشرقية، رحلة رحلة هنية. لا 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 كسبع صبحي وعلى الهضاب. طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب، لكننا نهوى الصعاب. نمشي ونمشي وزاد قليل، نعلو ونختفي بين الهضاب. طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب، لكننا نهوى. دور تمام بس، ويمشي من هنا، امشي من هنا ما يجي كله من الامام ايش؟ وهم بس هم بيننا، بس التعليمات هذه ضروريه. تفضل. ايوه سلام. الان انا دوري انتهى، اللي هو مين؟ البدايه اللي هذا الدوري. انا اصلا دوري من يوم ما جاء وصل هنا انتهى. الإعاز عند مين؟ عنده. هاي تفضل الان هنا. يا سلام. الان استلم. خلاص ايش حيقول؟ لا عسكر يقول له ماشي استري. يلا اشتغل معاه. كشاف استاعد استري كشاف عيد قائد دوما سلام خذ. تحيا المملكة العربية السعودية، تحيا المملكة العربية السعودية، تحيا المملكة العربية السعودية، تحيا المملكة العربية السعودية. يعيش خادم الحرمين الشريفين، يعيش خادم الحرمين الشريفين، يعيش خادم الحرمين الشريفين، يعيش خادم الحرمين الشريفين. أيدي اسفل. لا 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 لا. في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالو الجبال، وإلى العلا تعالو الجبال، وإلى العلا تعالو الجبال. La 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 la
بتقدم، دوما بتقدم وتضحية. أما جيل الجواد، أما جيل الجواد، جيل الجواد دوما رحال، دوما رحال أما جيل القيادة، أما جيل القيادة، جيل القيادة دوما بسعادة، دوما بسعادة وتضحية. نحن بنو كشفية، نحن بنو كشفية عربية، دوما نعمل بيدك، دوما نعمل بيدك وتضحية. عشر سم سوى الخط، بعدين هنا 50 سوى لك ايش؟ خطين كذا، عشان لما برضه قياس نهر بدك تحسب مسافه يقول لك قديش المسافه من هنا، ايش بتسوي؟ انت تمتر بهذه بالعصايه وتقيس قياس النهر، تستخدم ايش؟ اي عصايه؟ ما عندي متر عندك هذه. ممكن كمان العصايه الكشفيه لما يكون عندك بالطريقه هذه تصير لك مروش، تصير لك شغلات. الخيمه عندك صار فيه حاجه تستخدم العصا الكشفيه تستخدمها صح؟ حركات يعني احنا نستخدم العصا الكشفيه للرحله الخلويه وغير الرحله الخلويه. اذا لها فوائد كثيره ايش؟ اخرى ثانيه العصايه طبعا برا الخيامات اللي برا يستخدموا سحون مو زي هذه راقيه جدا. هذه الان باكرين المطبقيه هذه ترى كذا صحن معاه يقول لي انا اكل زي كذا، تاكل زي كذا هذا شغلات كذا بالسينس اكلنا زي كذا يابونا زي كذا الدوانه وشغلات. تنبيه اي رحله طالع لازم انفذ رحلتك اليمين بادواتي كل شيء. ايش فائده انك تطلع في عارف هذا كله ادوات عشان انت تمسك محلات ان شاء الله. لازم انت تكون عيالك تدير ماشي التطور الجديد تمشي معاهم، لما سالتهم زي كذا ما تمشي معاهم. قالوا هذه القيم لخالد الكشفية، لخالد الكشفية. كشف جمل يا هلا يا هلا يا هلا فيكم ضيوفنا بابنا يا هلا بابنا يا هلا يا هلا يا هلا فيكم ضيوفنا بابنا ضيوفنا بابنا. هذا إعلام الكشفية، هذا إعلام الكشفية. حدثنا الآن غدا الحمد لله في ساعتين مع الشباب. هذا واحد زي البيت وبرد والسارية وهذه البوابة نعم خلال ساعتين استطاع يكون منظومة كذا بينها ترابط، ويعني سوى أشياء يستفيد منها المجتمع. الآن ترى يا أستاذ حسن نعم بعد الرحلة الخلوية نعم يأخذون رحلة خلوية، نعم عودتهم كون معرض خلق يا سلام مما جمعه من رحلة نوعيات نباتات أحجار غرائب أشياء، ويعملوا معرض أنه ما الذي تم في رحلته، بل يحسب حسابه من الخطوات التي سارها، ما الذي على اليمين، المشاهدات التي على اليسار، يعني يسيرون نسميها وحدة العمل الجماعي. يا سلام في قضية فريق العمل. نحن الآن نتفلسف
قضايا فريق العمل، لكن هنا عمليه شيء عملي. رأس السهم ما يوصف يعني يسيرون على شكل راس السهم. في رسائل انا من خلال عندكم في الكشاف. فكل واحد في الطبيعه له دور، فلان كذا فلان كذا، تكمل بعضها بعض. في النهايه كلهم يخرجون بتقرير واحد الذي تم. أدية الخشاب. أما بالنسبة للعقد، طبعا العقد عبارة عن حبل فقط، عبارة بس عن هذه بعض نماذج للعقد الكشفية. السوق هذه طبعا بصناعه الهنديه وزيت الصينيه نفس العقد الرباطات نفس التلبس الثاني ب 280 ريال 280 ريال. عجيب. ايوه بعد لانه لوحه فنيه بس عقد الرباطات. هنا لما تيجي الان يعني بالفكره هذه تيجي زي بازار يصير هذه بالعكس يعني جميل. لانه فيها يعني شغلات تفيدك. ولهذا احنا عندنا البازار اللي بيسووه مثلا الاسر المنتجه عندنا ممكن يصير فيه جناح خاص للكشافه يحطوا يعرضوا زي كذا. وهذا عندنا جسر الخارج نموذج صغير، وهذا اللي عندنا هنا محل من الأمتعة. هذا فيه العاب حسن. هذا اصلا في يعني عندنا في النادي الكشفي معسكر الكشفي عندنا جسور زي كذا عباره عن العاب الشباب وتحديات يعني كيف يطلع وينزل من هنا. مجسمات كبيره صغير بس مجسم صغير حقيقي هو كبير ومطلوب من الكشاف انه يمشي من هنا بالحبال وفي موجوده يعني ممكن يكون 50 متر كذا مثلا. جميل. وهنا لوحة طبعا عبارة عن الوعد الكشفي وقانون الكشفي طبعا للكشافة 10 قوانين هنا صلاة المخلص نافع وعدود مؤدب رفيق نظيف باش مقتصد مطيع. وهنا عبارة عن نموذج لكرسي نكمل جزئية يعني ما يرتدي المنديل الا بعد ما يطبق بعدين بسمعه. ما شاء الله. حبل الوعد. حبل الوعد. حفل. يصير في حفل ويردد فيه جميل. زي حفل القسم في العسكريه. عفوا هذه ايش الكرسي ده معلش هذا كرسي عادي بس نموذج بسيط لكرسي بس يعني استخدم الرباطات والعقد الكشفية لأنهم ينتجون الكرسي اللي استخدمنا فيه نجي طبعا نبدا بالربط اللي العقده الوتديه، وطبعا نستخدم المربع هذه. احنا نقيم اكثر شيء الرواسب على يعني هل ربطه بشكل صحيح؟ هذه يسمونه مربع. طيب هذا الماسك يعني طبعا ما حيجلس عليه، بس هي الفكره انك انت اذا سويت مجسم صغير تقدر تسوي كبير. طيب لكن هل سويته بشكل صحيح بالربطات الصحيحه؟ جميل. صحيح. بايلوت. بس اهم شيء انه هو يتاكد انه هو يجيد فعل الشيء. جميل. الان اجي انا اقيم اول شيء جوده التوافق. شغلان زي الحركه هذه معليش انا عشان زي كذا هذه يوصل درجه هنا يوصل عليه هنا درجه فعاليه معينه هنا التوازن حقتها. هذه الان لما تتحرك بالطريقه هذه برضه يوصل عليها درجه مع السرعه هذه ما فيش دقه عمل فهي شو الفكره ما فيها انه في الجوده تمام. هذه كلها لابد تقيم عليها. غير كذا الشكل اخراج بشكل عام. الشكل العام اخراج مدى صلابته مدى قوته وصلابته هل فعلا يعني المستخدم فعلا مناسب ولا لا. حتى كمان الاخراجات يعني زي كذا بطريقه معينه هذه برضه هذا في اليات معينه نشوف ما التشطيب النهائي يصير شيء ثاني. بس بامانه احنا ما اديناهم وقت. ما فيش ما شاء الله. بس ساعتين نقسم عليكم شيء للشوي ايوه طبعا هذا كله نموذج صغير بس هذه الدجاجه حق الدجاجه. هي الفكره هذه الفكره بس احنا نطبق ايوه لا بس لانه الارض ما هي لا ممكن كمان هم يعني ممكن يزيد من غير ما يثبت يحط القاعده ولها يربط من هنا من هنا كمان اللي هي هناك فيها نكسة اللي هنا يحطها من هنا وهنا خلاص هي من هنا خشبه ثانيه بحيث انه تتوازن خشبتين ثلاثه خلاص هذا نموذج نموذج سلم بس حنسوي زيه كبير. طبعا هذا نموذج صغير فممكن يستخدم سلم وممكن يستخدم ناقل. اذا كان بننقل من نهر في نهر في الوسط مثلا من الناحيه الثانيه او وادي بطرق معينه تربط له حبال طرق معينه على اساس انه ايش يتركها على الجهه الثانيه ونقدر نعدي منه. يرفع مره ثانيه. وممكن كمان يستخدموا نقاله نشيل في المصابين
يا سلام. شوف حتى ربطاته. بس ما شاء الله تبارك الله هذا. شوف هنا الواحد الجودة يبغى له ساعة ونص ساعة. هنا الجودة حقته شوف تختلف الآن. ما شاء الله كل هذا الشغل في أقل من ساعتين. ايوه هذا اقل من ساعتين. كم عدد الفريق؟ الطليعة نفسها كم واحد يشتغل؟ 8 8 يشتغلوا في وقت واحد. 8 يشتغل في وقت واحد. في واحد قائد لهم. اكيد كثير. هي الطليعة كل واحد عنده مسؤولية. أي جميل. ولهم عريف اسمه عريف الطليعة. عريف. يعطيه 1 2 3 4 فأنتم بفضل الله عز وجل كون عندكم كشافة لها نظام عالمي وفي بلد الخير الحمد لله يعني هذه نعمة عظيمة. أنا حبيت بس أكد على أنه هذه النعمة ينبغي أن تحافظوا عليها وأن تعضوا عليها بالنواجذ لأنه في شباب مثلكم الآن في سنكم معليش للأسف أقولها بكل مرارة لا يعرف أحدهم ماذا يفعل لأنه عنده وقت فراغ طويل ولأنه المغريات اللي تسحبه كثير ولأنه صاحبنا سهران طول الليل على النت وعلى تعرفوا البلاوي اللي في هذا الزمان أصبح كل شيء مكشوف الآن. إذا ما في رقابة ذاتية عند الشاب تجد والعياذ بالله يغرق في المنهيات ويغرق في الشهوات ويدخل في الدوامات. بل أذكر قصة معلش باقي لي كم نص ساعة. كنت في رحلة الأسبوع الماضي كنت في رحلة فأحد أهل الفضل من هذا البلد والبلد الحمد لله بلد خير وصلى الله يجمع علينا وعليكم فيه هذا الأمن والإيمان كله آمين. أما جيل الجواد دوما رحال. يرسلون الطليعة اثنين واحد العوصي معه وولد العوصي مع خمس طارات وحامل الأمتعة واحد حسب أسيك 3 دقائق 4 دقائق بعدين نبدأ. صور لنا مويه صور والله جيب صور مويه عندك جيب لنا مويه كلهم عشان نفهم الرساله. خلاص قال لك ليس فين خلاص والله انا ما اني ترى انت كنت ضيعتني. لا كنا نكتب هنا هذه العقل نهايتها يلا ايه خلاص. من لقاها؟ انا والله يا شيخ انا تعال فين اجيب بعد ارقام اللي حلينا اجيبها بسرعه فين ارقام كتبت احنا اجيبه. إننا نواسع نمشي ونمشي وزاد قليل نعلو ونختفي بين الهضاب طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب في الصبح نصحو بصوت الكنار والنجم بالليل نعم الصديق نشعل نارا وننشد لحنا